عسلامة، مرحبا بكم في كويزين سحر. اليوم باش نعمل لكم الجوزة التونسية البنينة والهشوشة. شوفوا مع بعضنا المقادير. عندي رطل فرينة، كعبتين عظم، باكو سكر فاني، 100 جرام سكر محور، 200 جرام زبدة وشوية خميرة كاتو. هوني حلينا الزبدة تكون طرية بحرارة الغرفة، عملناها حطينا معاها السكر المحور ونحركوها مليح مليح، زدنا زيت السكر الفاني باش يعطينا جو بنينة. حركنا بالكدا، نزيدو معاهم العظمة بالكعبة بالكعبة، نحركو باش نتحصلوا على خليط قوامه كريموز. هوني حركنا العظم، بعد نزيدوها الفارينة. كي نزيدو الفارينة نزيدو معاهم شوية الخميرة، ميم با حكاية بسيطة تاع حكاية مغربة صغيرة كيكة، حق ما غير ميزان. حركوا مليح مليح نتحصلوا على عجينة طرية صابلي ونعملوها. ناخذ الميزان، انا حسب ما وزنت على الماكينة بتاعي جربت حكيت ما بين 3 ولا 4 جرامات. نعمل نشكلوهم برشا كويرات نحطوهم على الشيرة، ومن بعد نبداو نحطوهم في الماكينة نعبيوها إيتاب بريتاب. للكراميل انا حضرت واحد عملته في الدار. باش نعملها بزوز طرق. هوني بعد ما حطابت الجوزة نظفتها بالسكينة، عبيتها بزوز كما قلت لكم زوز طرق. عملت الكراميل في الدار هذاك، وعندي الكراميل الاخر متاع النسلي بالطبيعة. هوني جاتني الجوزة، ما نحكي لكم مش على البنة والطراوة وهشوشة، وتعمل 66